السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم أنا وياكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. بداية الفيديو أحب أشكر كل البنات اللي يعلق لي تعليق يعني كلش حلوة وتعطيني حافز أسوي لكم بعد فيديوهات، وإن شاء الله محضرة لكم فيديوهات كلش هواية، بس دا أسجل عليهن صوت وأرفعهن لليوتيوب. هنا بنات طبعا كلش حبيت يكون عندنا من ذني طيور الزينة. فإحنا عندنا يعني هذني زوج ما يغردن، فزوجي سأل قال له لا ما يصير بس اثنين، لازم تجيب بعد. فجاب بعد هذني اللي شفتوهم بداية الفيديو وجبنا لهن هذا البيت، وحاولنا نخليه بالقفص ما صار، فهنا دا نحاول نقصه حتى نخليه وياه، حتى نخليه بهذا القفص. وكلش حلو وجود الحيوانات الأليفة بالبيت. يعني أنا أحب الحيوانات الأليفة، مثل الدجاج، البلاول، الطيور الحوب، كناري، هيجي أشياء يعني. أي كلش حبيتهن، وبنات صوتهن الصبح كلش حلو، الصبح والعصر. يعني تخيلوا أني هسه من جبناهن لسه يعني حاطتهن وقاعدة أنا صافنة عليهن، تخيلوا. فهسه حنخلي هذني الجدد وياهم بالقفص. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشنو رأيكم بنات بلونهن؟ أنا كلش حبيته، بس هذني عيونهن مو حمر. يقولون اللي عيونهن حمر هذني أصليات. أو ربي، هذني العيونهن مو حمر، هذني عاديات. وبعد ما أعرف إنه حتى الحيوان بعادي وأصلي. المهم هن شكلهن حلو وصوتهن يجنن. صراحة يعني أنا بس شفت يعني هذن الطيور وكلش حبيتهن. قلت إن شاء الله نسوي لهن قفص كبير حتى خطية لا يختنقن. حسيت إنه هن يردن ياخذن راحتهن، يريدن يطيرن، وهذا القفص صغير. فأنتوا شنو رأيكم بعد بنات؟ ويعني حابة أجيب لهن هاي العلب الحلوة مال الأكل ومال الشرب، وبعد بيوت أكيد، بس القفص كلش صغير. إن شاء الله بنات حنجيب قفص كبير. باعوا قد حلوات. وهنا احنا خليناهن بالمدخل مال البيت، كلش حلوات. يعني مرات نخليهن داخل البيت ومرات نطلعهن لازم على الشمس همينة حتى لا يتمرضن. وبعد بنات يعني اللي عندهم من هاي الطيور، طيور الحب، شلون تعتنون بيهن، شنو الأشياء اللي استخدمتوه الأشياء واستفاديتوا منها ويا الطيور، اكتبوهم بالتعليقات. وهنا عندي هذه المبخرة عطلت، صراحة هي على الكهرباء، فحبيت أسوي منها هذا الباكج اللي هسه صاير ترند على الإنترنت، فحبيت أني أسوي بالبيت. هذه المبخرة بالبداية كسرتها، باعوا بنات كسرتها لأنه بعد ما تشتغل، يعني هي على الكهرباء فما أحتاجها، يعني هاي التوصالة مال الكهرباء بهيج شكل. وكتبوا لي تقييمكم من 10 لهذا الباكج اللي أنا سويته. هنا أنا عندي هذا الماعون يعني بيه نقشة ولون مثل المبخرة، فهمتوني بنات؟ يعني هذا الورد الأزرق أو الشويتي متشابهات ويا المبخرة، وبيه نقشة هذه الذهبية. فخليت هذه العلبة مال البخور
يعني هي باقي بيها شي قليل، بس العطر مالته بنات يجنن. يعني مرات حتى مو حاجة يعني أخليه بالمبخرة وأشغل فحم، مجرد هذا القبق أوخره شوية وأخليه بالغرفة ينطر ريحة تجنن. بنات إذا جبتوا البخور الأصلي يعني صدق راح تدعولي. يعني حتى بدون ما تشغلون المبخرة والفحم وكذا، مجرد ما توخرون القبق الريحة راح تصير تجنن. وشنو رأيكم بهذا الباكج؟ انطوني تقييمكم من 10 بنات. وإن شاء الله دا أسوي فيديوهات كلش حلوة ولطيفة وأكيد راح تعجبكم. مجرد أني مكملتها، مجرد أسجل الصوت عليها وها هي. وهنا بنات المعطر مال الجو، أنا أجيب مركز باعوا، فهنا مخليته بالبطل. هذا مركز أخلي بهذي مال معطر جو وأخففه بالمي وها هي استخدمه. وأني مخليه من هذي يعني هاي المرشة مال المعطر الجو تارسة البيت كله منها. مجرد هذا المعطر أخففه بالمي وأخليهم بالعلبة وكل مكان أخلي، حتى تكرمون بالصحيات هم خلوه من هذي كلش حلوة ومفيدة. وجربوها بنات وادعولي. وتردون تستخدمون هذا المعطر المركز أو تستخدمون عطر لميس متعدد الاستخدام. ولهنا يكون الفيديو خلاص، أشوفكم بالفيديوهات الجاية، مع السلامة.